وصفة للتخلص من الشيب في أقل من ساعة. خلال ساعة واحدة بس، وكمان أقل من ساعة هتلاقي إن الشعر الأبيض ده كله اختفى تماما مهما كان عمرك، ومهما كان كمية الشعر الأبيض اللي موجودة عندك. وكمان لو حتى الشعر ده مليان في الفروة هنتخلص منه فورا. لو كمان عندك قشرة وكمان شعرك بيتساقط بطريقة رهيبة وشعرك ما بيطولش واقف على طول معين ومش راضي يطول تماما، الوصفة دي هتقضيلك على كل المشاكل دي وهتطول شعرك وهتكثفهولك في وقت قصير. الوصفة دي بتكثف الشعر وكمان بتخلي الشعر دايما يطلع باللون الطبيعي بتاعه. الوصفة دي تنفع للنساء وللرجال. الوصفة رهيبة جدا يا بنات، جربوها مش هتندموا ابدا. الوصفة كلها طبيعية، مكونات موجودة عندك في بيتك ومفيش فيها اي كيماويات تماما، والنتيجة بتاعتها من اول دقايق معدودة. يلا قبل ما نبدأ لايك للفيديو، اشتراك في القناة، ويلا بينا على طول على اول مكون. اول مكون معانا والخطير يا بنات اللي بيقضي على الشيب وبيعالج الشيب. انتوا متخيلين؟ بيعالج الشيب تماما، ومهما نستخدمه بتلاقي ان الشعر بتاعك بيطلع باللون الطبيعي بتاعه وبيقلل جدا من ظهور الشيب عندنا. وهو قشر الرمان. ده قشر الرمان مجفف ومطحون. هبدأ اخد من قشر الرمان معيار معلقة كبيرة، وهضيف عليها مية مغلية وهسيبها لمدة 3 دقايق، وبعد كده هنبدأ نصفيها. هنستخدم مية قشر الرمان ازاي؟ بعد ما بتبرد تماما ببدأ اصفي المية دي. نبدأ نضيف المكون معانا التاني وهو الرهيب يا بنات. مش بس بيلون اللون الشيب وبيخلي لونه طبيعي زي لون الشعر، لا كمان ده هو بيعالج التساقط، بتعالج القشرة، بتعالج اي فطريات موجودة عندنا، وهي الحنة. الحنة خطيرة للشعر. هاخد من الحنة دي معيار معلقتين 2 كبار، وده الشعر متوسط. تقدري تضاعفي الكميات زي ما انت عايزه. هنبدا نحطهم على ميه قشر الرمان وهقلبهم كويس. هنضيف هنا معيار معلقه صغيره من الكاكاو للناس اللي بتحب اللون يكون مدي البني شويه، فاللون بيبقى خطير قوي وبيدينا نتيجه حلوه قوي يا بنات. لو حابين تستخدموه، بس انا بفضل طبعا نستخدمه. وده مر يعني مش عليه اي اضافات تماما. هاخد منه معيار معلقه وهنبدأ نقلب المكونات كويس. وبعد كده هبدأ أضيف المكون اللي بيطول الشعر وبيكثفه وكمان بيمنع القشرة، بيمنع لك التساقط. فيه كمية مضادات أكسدة رهيبة جدا للشعر، بتساعد على تعزيز وتطويل نمو الشعر. فالقهوة خطيرة خطيرة للشعر. هاخد من القهوة برضو معيار معلقة. هنبدأ بقى نثبت الألوان دي ازاي؟ هبدأ أثبتها بخل التفاح. خل التفاح ممتاز للشعر، بيقضي على القشر تماما، وهيبدأ هنا يثبت لنا اللون. وهنبدأ برضو نضيف نص ليمونة، وهنبدأ برضو نحطها مع الوصفة. الاتنين دول الأحماض دي بتبدأ تثبت معانا اللون وبتديك النتيجة من أول مرة، ده أكيد. هنبدأ بقى نقلب كويس جدا، وبعد ما بيمتزجوا تماما بالشكل ده هنبدأ نستخدمهم. الشعر يكون نظيف معلهوش زيوت يا بنات، وبأكد على كلمة ما معلهوش زيوت دي، علشان لو حطيتي الوصفة وشعرك عليه زيوت مش هيلقط خالص ومش هيظبط معاكي النتيجة. شعرك يكون نظيف، هتاخدي الوصفة دي وتحطيها على مناطق الشيب بالكامل، وخلال ساعة واحدة تغسلي شعرك وإن شاء الله تشوفي النتيجة رهيبة من أول مرة. إخفاء الشيب تماما، وهتقضيلك على الشيب من أول ساعة. لو عجبتكم الوصفة لايك للفيديو، اشتراك في القناة، ما تنسوش تعليقاتكم اللي بجد بتفرحني جدا وبتحفزني وبتخليني أكمل فيديوهات أكتر وأكتر. ومع السلامة.